السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. سيتقدم الاتحاد الفرنسي باحتجاج للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل الطعن في هدف ريزمان ضد تونس. وخسر المنتخب الفرنسي ضد تونس بهدف أمس الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022. وبحسب صحيفة فرنسية فإن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيتقدم بشكوى بخصوص إلغاء هدف ريزمان والذي لم يحتسبه الحكم بعدما عاد إلى تقنية الفيديو. وقال مصدر لراديو واتكر من وجهة نظرنا هذه الشكوى يجب أن ترسى إلى فيفا في غضون 24 ساعة من نهاية المباراة. وتأهل منتخب فرنسا على رأس المجموعة الرابعة بعد تحقيق فوزين من أصل 3 مباريات.